السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا كرام. هاي نصيحة لوجه الله. بعد هذا النصيحة، بالله عليك لا تبكي حالك للناس، لا تبكي عن الوضع، لا تقول إلى متى هذه الحرب مستمرة، لا تقول إلى متى هذه الديون مستمرة، لا تقول هذه الأسحار الناس ساحرتني، الناس لا تحبني. لا تبكي، لا تبكي إنه في خناقات في البيت، لا تبكي إنه المعلم متسلط عليك، لا تبكي إنه الحال تعبان وصعب وتجره جر والديون متراكمة، لا تبكي الدفعات التي لا تنتهي، لا تبكي الناس المتسلطة عليك. نعم، لا تبكي أن الأقصى مغلق، لا تبكي ولا شيء بعد هذا الذي ستسمعه الآن. لا تبكي على أي شيء، وسيرفع الله عنك كل شيء من هذا القبيل إذا أنت طبقت ما أقول. كل الذي يصيبك هذا أنت مسؤول عنه. أنت والله ما حدا ثاني، والله ولا لا احتلال ولا غير احتلال، ولا أنت مسؤول. إن أحدكم لا يحرم الرزق بذنب. فلا تظن إنك لازم تكون مجرم عشان الله يعاقبك ويسلب منك الأقصى ويسلب منك كل تصير مديون ولا مهموم ولا مكروب. لا، مش بحاجة. ذنب أنت مستمر عليه كالغيبة، كالنميمة، كالإباحيات، كالربا، كالعري، كالتكشف، كالقطيعة الأرحام. نعم، ذنوب خلوات، ذنوب الأنا، تنسب فضل الله عليك لغير الله، لنفسك. نعم، كل هاي الذنوب، تسب، تشتم، الكلام الذي في مجالسنا، فاكهة المجالس هي الغيبة. هذا يحرمك هذا الرزق والحياة الطيبة الكريمة. والله إنك إن لزمت الاستغفار الذي هو فيه الأمن والأمان، وما كان الله معذبهم يستغفرون، والذي فيه الأرزاق ويمددكم بأموال وبنين، فقل استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، وإن استغفر ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أنت أغلقت على نفسك بذنوبك الحياة الطيبة، سكرت على حالك، ولا واحد سكر عليك، أنت سكرت على حالك. اترك هذه الذنوب، الزم الاستغفار الذي يفتح مفتاح السعادة، مفتاح الرزق. حتى لو صليت، حتى لو صمت، حتى لو كنت حاجج 100,000 حجة، العطاء بترك الذنوب ولزم الاستغفار، ليس بكثرة العبادات لكن بترك الذنوب ولزم الاستغفار.